السلام عليكم. انا انسان متعفن دماغيا. في يوم من الايام انا كنت قاعد ارسل لسندو مقطع، بعدين سندو قاعد يرسل لي مقطع، بعدين انا رجعت رسلت له مقطع، بعدين عاد رسل لي مقطع، بعدين رجعت رسلت له مقطع، بعدين هو جاء رسل لي مقطع. متعفنين دماغيا، ما عندنا حياه. الموضوع بالنسبه لنا سكورات، مين اللي يرسل للثاني مقاطع اكثر. والله العب على شرف الوالده، مقاطع تضحك ما تضحك بس سوي مشاركه ويرسل لي سندو. ففي واحده من المقاطع اللي ارسلها لي سندو شدت انتباهي. لقيت حساب واحد قاعد يعلم الناس كيف تغازل. برو وات محتوى خرا، كيف تغازل من الالف للياء، ولا يعطيك التكنيك الصح. تحسه بيب جوارديولا قاعد يحاول يدربك عشان تجيب دوري الابطال. ترى غزل قاعد يعلم كيف تغازل، يوريك التكنيك الصح. تروح لها ما تروح تقول لها اهلين، تروح تقول لها يا هلا والله الدادي ياهو. لا، ودارس علم النفس يقول لك البنت اذا عرقت هذه يعني انها عجبت فيك. انتم على الشركه كامله على اللعبه الزق اللي سويتوها. أنا متزوج وأتوقع أغلبكم وده يعرف كيف أتزوج، بس خليني أقول لك كيف وصلت للبنت اللي ببالي. مثل أغلبكم في بنت معينة كانت عجبتني، إيش سويت؟ بكل بساطة راقبتها كم يوم، تفاعلت معها في المنشن واللايكات، دخلت البروفايل حقي، شافتني نوعا ما شخص مميز. شخص مميز، رئيس مجلس إدارة مدير جروبات الميكس، مؤسس الديسكورد، مؤسس مبيعات الديفندر، القائد الأعلى للمراهقين. وين الشخص المميز بالضبط؟ لو في بنت شافت الحساب الصوص هذا انه اعطاها لايك بتقفل حسابها وتشرد. يا عمي شوف البايو كيف، حتى البايو فيه تحرش. شافتني نوعا ما شخص مميز بعدين تعرف ايش الصورة الناعمة ذي؟ ايش انا اول ما قال الحساب مميز توقعت انه الحساب ثنائي وفيه 666 مليون متابع، والحساب موثق توثيق اصفر كذا، مو التوثيق النايم هذا. قال ايش؟ قال شخص مميز. يا عمي شوف صورة العرض، شوف صورة العرض. هذا هو اللي يكتب لي بالكومنتات لا تتنمر على المسكين ترى كيوت. نوعا ما شخص مميز وبعدها رسلت لها أغنية. أنا أدري أن الأغنية هذه هي تحبها أو المغني هي تحبه. جلسنا نسولف شوي، قلت لها هات التليجرام حقك عندي لك مفاجأة. أخذت التلي، ضفتها بجروب في 22 بنت غيرها. 22 بنت غيرها يا طماع، يا حاسد، يا قاطع الأرزاق. 22 بنت. ها شوف، هذا هو الطماع اللي ظروفهم كلهم ومخلي فهد سال إلى الآن مو متزوج. حرام عليك، الرجال اكتئب لانه ما تزوج الى الان وانت عندك 22 بنت. وبعدين ايش فيك تقولها كذا يعني فخور محسس انجازات؟ حرام الله يقلع. صح الجروب فيه 3-4 عيال بس اغلب الجروب بنات. هنا البري سيلكشن ثرو ذا روف، مخها انطبخ. وات كيف يعني؟ هو بس يشوفني كرقم بين كل دول البنات. طيب والدلع اللي كان يدلعني اياه الادمي ما كان وقح معاي. كيف وات؟ مخها انطبخ. هنا بارها ارتفع. جلسنا نسولف برايفت وبعد سنتين تقريبا تزوجنا. والله البنت مفتلية، ابتلت فيك. ما ادري كيف تزوجت واحد عنده حساب زي هذا، في واحد داعي عليها شيء. بعدين مجمع 22 بنت في جروب واحد، غنم ما ادري جايب ذبايح، لو يقول ايش انطبخ مخها. ترى مو بحاشي هو، يرد شكلك جوعان شيء، يسكر الحساب روح كل الله يرحم لي والدي. اذا بنت قالت لك انا ما تكلمت وعرفت بحياتي الا 3 عيال، اضرب الرقم هذا ب2. الواقع انها تعرفت على 6. واذا ولد قال لك انا عرفت بحياتي 30 بنت، قسم الرقم هذا على 2 وراح تعرف الرقم الحقيقي اللي هو 15 بنت بس. ايها شوف، اضرب واطرح وقسم. يا عمي فضيلك انا هذا ايش بامه معرق كذا. الشغله ما صارت انه تروح وتتغازل، لا، الموضوع فيه رياضيات وفيزياء وكيمياء وتحليل نفس. واذا عرقت هذه يعني انها تحبك. والله مسكين فهد سال، والله مسكين. ولا وشوف خوي ايش يقول. واذا ولد قال لك انا عرفت بحياتي 30 بنت 30 بنت يا جماعه الناس صارت معرق بزياده. 30 بنت وهذاك مجمع له 22 بنت في جروب واحد. يا اخي اعداد مهوله يقولونها كذا كانهم قاعدين يجمعون دايموند، مو بنات. مستوعب قد ايش الموضوع صعب انك تكون بلاير؟ الموضوع عباره عن لعبه ارقام، فلا تصدق كل شيء تشوفه. لا تصدق واحد يقول لك والله انا عرفت بحياتي فوق 100 بنت، انا عندي وانا خذها قاعده دي احفظها. العيال يضخموا عدد البنات اللي يعرفونهم. طيب تعال دقيقه، يعني نفترض انه كلامك صح وصحيح ولازم نطرح ونقسم. قال ايش هو؟ قال عدد الاولاد نقسمهم ب2، وهذا قال انه يعرف 100 بنت، اذا قسمناهم في 2 يعني يعرف 50 بنت. 50 بنت يا عمي، انت جاي تسوي قريه ولا جاي تتزوج؟ يا اخي بلا طمع، الله يرحم لي والديك. يا اخي انت ايش فيكم حاسدين كذا؟ في ناس كثير انا اعرفهم يبون الزوجه، يبون يتزوجون. يا شيخ لقمه العيش صعبه تكفى. استغفر الله يا اخي، بعيدا عن المزح. كيف يعني 50 يا اخي استغفر الله 50؟ لا وزيدكم من الشعر بيت. ترى الموضوع ليفلات، يعني في ليفل مبتدئ هذا ما يعرف يرقم، هذا ما عنده سالفه. في المحترف هذا اللي يرقم لك 50 مدري 60 بنت، وعنده كورس. ترى تشترك كورس شهريا عشان ايش؟ عشان ترقم بالاعداد المهوله هذه. شوف هذا احد عملائه في الكورس، شوف ايش كاتب. شوف انا اي شيء انت تقدم اخذه وانا مغمض. 2023 شريت الكورس وكان مستواي تحت الصفر.
والحين واصل لمرحلة ما كنت أتخيل إني راح أوصل لها. والمقاطع من هذيك الفترة وأنا أنتظرك تترجمهم عشان أشتريهم، ما كنت متخيل إن الترجمة راح تكون بهذه الدقة والاحترافية. والله ماني مستوعب إن هذه المصادر كلها صارت عندي بسعر مرة ما يسوى. كورس وتشترك وعلم نفس وتضرب وتطرح مادة كيف ترقم بنات. حتى في الترقيم والعياذ بالله صار في رياضيات. يا أخي الرياضيات ذا يجي مع أي شيء ناشب يا أخي. حتى التخصصات الأدبية والفنية فيها رياضيات. كلمتي المفضلة إذا مثلا أرسلت لي صورة على الخاص أو قالت لي إيش رأيك في اللبس هذا وإيش رأيك في هذا، بتحاول تدور مديح مني، أقول كلمة كيوت بدون أي إيموجيز، بدون أي تعابير وجه، بدون أي نبرة صوت منبهرة. كلمة كيوت بدون أي مشاعر. كيف بدون أي نبرة صوت وهي رسالة؟ يا أخي أنت حمار. كيف يعني بدون تعابير وجه وهي رسالة؟ ايش الرسالة فيها حاسيس برضو ولا ايش؟ شاد امها معرق يب البنات باي طريقة. يا شيخ لو شاد ده كذا انك تصير امبراطور متأكد بتصير. الله لا يشغلني الا بطاعته يا شيخ. او من منطلق خبيث، لكن هذا الشيء اللي يضبط. بس تتوقع في طريقة ثانية تضبط؟ تتوقع ما كنت راح اكتشفها؟ صدقني جربت كل شيء جربته. اللي جالس اقوله ترى جولد. يقول لك جربت اي شيء. انا ما ادري ليه هو طماع. عندك 22 بنت حابسهم في قفص ولسه تجرب يلا بتخاف الله. ليش يعني بتوصل لوين؟ يعني بتجيب 20,000 بنت كذا وبتفتح دولة ولا ايش؟ لا تصدق اي كلمة تقولها المرأة، مو لانها كذابة، بس لانها كائن هرموني. اليوم تكرهك بكرة تحبك. اذا قالت لك احبك قول بنفسك فور ناو، الان تحبيني. طيب هي قالت احبك، اقول لها فور ناو. هي قالت طيب قالت احبك. ابغاك تستوعب انك اذا سمعت كلمة احبك فترجمتها كالتالي. ترجمتها انا احب كيف انت تخليني احس بانوثتي، احب المشاعر اللي احس فيها يوم اكون معاك. هذه ترجمتها. المشاعر هذه ممكن تتغير بكره وتصير كره، والعكس صحيح. ممكن تكرهك بعد شهرين تحبك. طيب عادي، بنت حلال حبتني وكرهتني. يا اخي بالله دز امه. تخيل هذا اخوك ولا واحد يقرب لك تقعد معاه كذا بالمجلس ويجيك هنا البي سلكشن جروب ذوث مدري ايش. هل المفروض اكون متفاعل مع ستورياتها؟ سؤال صعب، يعتمد على الحالة. حالة ايش؟ في حالات برضو، يعني في حالات وفي بار وليفل ولازم نطرح ونقسم ونضرب ولازم نشترك في كورس عند الدايخ. والله مسكين فهد، والله العظيم مسكين. ما كان يدري انه في تحديث جديد فهد سال على التحديث القديم، التحديث الحلال. يروح يطق عند باب الناس وعادي يتزوج يقولوا له لا وينقلع. ما يدري انه لازم في البيس الريكشن كلوس ذروس مدري ايش، ولازم يشترك في كورسات ويتعلم الرياضيات. والله مسكين فهد. احد يتبرع يشتري الكورس يرسل لفهد ولا كثير بنات راح يعطونك هذا التست. بتقول لك تشوفني حلوة يمديك تصفقها على عينها وتقول انا ما اتكلم مع البنات الحلوات، انا استحي من البنات الحلوات. مخها راح ينطبخ بعد الجملة هذه. يا شيخ طبخوا راسك الله يقلع ابليس. لما بنت تسوي نفسها مو شايفتك وتطنش رسائلك بالانستا والسناب، ايش التصرف الصحيح بهذه الحالة؟ اوكي انا بجاوب يا استاذ مدير جروبات المكس. على حسب تحليلاتي والخطط اللي انا سمعتها من طريقة كلامك، اول شيء لازم نعتمد على الحالة، البيس والريكشن بروث. اشوف من وجهة نظري انا اشوف انه انت ارسلت لها في الستوري الفيلر مسويته عند اي خباز، واضح انك متخرفن بس ما تبغى تطلع الكونسبت، انت ذب عليها. فالبيس والريكشن بروث يقول انه ما ينفع تذب على بنت الناس بتسأل عليك ولها 36 دقيقة ما ضحكت وما شافت اي شيء. فالبيس ريكشن بروث يقول هنا انه لازم ننقص من ال 36 دقيقة هذه ناقص 38. ليش ناقص 38 يا سلاي؟ لان البيس ريكشن بروث يقول الذبة اذا كانت ذبة على بنت ما تضحك عليها بنت، اما اذا الذبة انذبت كذبة على بنت ثانية غير البنت اللي انت تكلمها هنا البنت تموت ضحك. فالبيس ريكشن بروث يقول انه خلاص راحت عليك وعطها بلوك وخلاص اقطعوا من العلاقات المحرمة دي وروح ركع لك ركعتين توبة يا شيخ اقلع بابليسك واستغفر، بلا كلام فاضي بلا حب بلا. ما في تصرف صحيح. اذا هي مطنشتك معناها ان قيمتك منخفضة بعيونها. حاول تنزل ستوريات مزروع فيها DHV او فيها بري سيلكشن، ممكن راح يرتفع بارها يوم تشوفها ولا عاد تطنشك. كل ولد عنده يمدحها، لا تمدح، خليك نوعا ما مختلف بليز. المديح عندها كأنه 1 ملياردير وجاي تحاول تعطيه انت 5 ريال، بيشوفها nothing، نكرة. والله ما النكرة هنا الا انت يا استاذ مدير مؤسس جروبات المكس. يا اخي ايش المحتوى هذا؟ بالله كيف جاتك فكرة المحتوى هذه؟ انا بفهم يعني انسان طماع عندك 22 بنت حابسها بقفص ولسه تدور زوديا اللي ما تخاف الله، وكذبت علي قبل شوي قلت لي انه لازم اقول لها كذا، والصراحة قلت لها وعطتني بلوك بس ما علينا. لا امزح والله العظيم امزح. وانسان جبت لي فهد سال الاكتئاب وانا انسان احب فهد سال وجاء لي اكتئاب كله بسببك. زرفت النعمة كلها وحبستها بقفص ولسه تدور زودي اللي متخاف الله يا شيخ الله يقلع.
ايش؟ لا بس يا اخي ليش ما تجي حسابي في التيك توك ولا الانستغرام؟ ما ينفع يا ابن الحلال، ما في شيء اسمه مجانا في ذي الحياه. خلاص احنا دخلنا 2026 ما في شيء اسمه مجانا بدون مقابل. عجبتك المقاطع تعال حسابي في الانستغرام، ما عجبتك المقاطع برضو تعال حسابي في الانستغرام او التيك توك. يا اخي ادفع يا اخي،